رجعنا لكم تاني يا جماعه. كانوا عاملين لي النهارده، انا عامله لهم كفته برز، هم عاملين لي تورتايه عشان عيد ميلادي. دي المفاجاه، انا ما كنتش عارفه بالامانه. انا عملت لكم كفته، انتوا جبتوا لي تورتايه، ودي الحاجه الحلوه النهارده جنب الفطار. اتفرجوا بقى على الفيديو وتابعونا في يوميات وفاء ودينا ونوني. يلا بس ممكن نقول نوني كل سنه وانتوا طيبه. قولي بقى كل سنه وانتوا طيبه يا تيتا. كل سنة وانت طيبة يا تيتا. يلا اقول لكم ايه. يلا ايوه سلام. يلا. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دي هي تفريزات من الحاجة، تفريزات رمضان كنت عاملاها يا جماعة اهي قدامكم. دي كفتة، بس كفتة برز، ما صورتهاش طبعا، في حاجات كتير قوي انا ما صورتهاش بصراحة خالص. فانا معايا دلوقتي عندي ولاد بنتي بصراحة بيموتوا في الكفتة. هم اتصلوا دلوقتي وقالوا ان هم جايين يفطروا معانا. طب اعمل ايه؟ عندك كفتة يا تيتا؟ بس كفتة برز عندي. خلاص ماشي. فده اهم حاجة عندي، ولادي بصراحة يسألوا على الكفتة ام رز، بيموتوا فيها. فانا كنت عاملاها وحطها عندي في الديب فريزر. بصوا كنت عاملاها وحاطه بين كل يعني بصوا كيس، بصوا يعني بين دي انا لسه مطلعاها، بين الطبقتين دولت حاطه كيس، بين الطبقه دي والطبقه دي اهي. بصوا عامله ازاي اهو، بصوا كيس، بصوا اهي، بصوا عامله ازاي اهي، بصوا عامله ازاي. ايه رايكم؟ دي هتاخديها كده على طول، هتحطيها في الطاسه اهو. انا حمرت منها، بصوا عامله ازاي يا جماعه اهي، بصوا. فاتصلوا بيا، انا مش هفكها، انا بحمرها كده على طول. احنا جايين يا تيتا، عندك ايه؟ هتفطرينا ايه النهارده؟ طب عندك كفته؟ ايوه عندي كفته. طب اعملي لنا كفته برز. طب اعمل ايه؟ طلعتها على طول اهي قدامكم، بصوا اهي اهي. هحمرها واعمل لهم كفته ورز بشعريه اهو. دي اهم حاجه عندي ولادي، الكفته ام رز. تقولوا لهم فراخ، تقولوا لهم لحمه، تقولوا لهم لا، كفته برز بيموتوا فيها بصراحه. فدي من ضمن الحاجه اللي انا كنت عاملاها في رمضان اهي قدامكم اهي. انا دلوقتي حاطه الطاسه على النار، فهحطها وهرجع تاني اوريها لكم. هرجع لكم تاني، خليكم معايا. بصوا يا جماعه اهو، انا بحطها متلجه مش تفكيها لا، يعني انا طلعتها دلوقتي على طول اهو على الطاسه، تلاقيها فكت من بعضيها خالص. بصوا عامله ازاي اهو، بصوا هتجيبي فيها كده، هتديكي بعد كده كلها لون واحد اهو. الحاجه لما تعمليها تجهزيها تشيليها في الديب فريزر، هتيجي في اي وقت هتطلعيها مش هتخسر معاكي. انا حتى دي انا عاملاها في فيديو قبل كده، لو دخلتوا على الفيديوهات عندي هتلاقوا طريقه الكفته انا عاملاها انا ودينا. انا اهم حاجه عندي ولادي الكفته، مش اي كفته، لا كفته ام رز اهو. انا خلصت وهرجع تاني بيكم عشان اوريها لكم خالص كده. خلصت الكفته اهيت قدامكم، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. زي ما انا ما بقول لكم هتفرزيها، تحطي بص الطبق كنت حاطه بين كل طبقه وطبقه كيس زي كده اهي. هتحطيه، هترصي الاول في الطبق وبعدين هتحطي في النص وترصي تاني عليها اهو. بصوا جميله خالص اهي، بصوا عامله ازاي. لو دخلتوا على الفيديوهات عندي هتلاقونا عاملين الكفته كلها من الالف للياء زي ما بيقولوا اهي. يا رب تكون ايه تعجبكم. النهارده هنعمل كفته ورز بشعريه عشان الولاد اهو.
اهم حاجة عندهم طبق الكفتة ده اهو. جميلة سهلة بقى، الحاجة جاهزة، طلعي من الفريزر على طول وهي متلجة، هتحطي على طول في الطاسة، مش هتستني اهو. فهكمل وهرجع تاني بعد كده هوريكم ايه. هنعمل طبق رز بشعرية جنبيها وخلاص. يلا استنوني وهرجع لكم تاني. الله أكبر. وده كان فطارنا النهارده اهوت، علشان بنتي وولادها اهم حاجه عندهم الكفته ام رز زي ما انا قلت لكم الله أكبر. اهو. عملنا رز بشعريه، وامبارح كنا عاملين فاصوليا وكان ولحمه، وكان عندنا شوربه، عملنا طبق ملوخيه خضراء كمان اهو، وعملنا تمر. الكفتة طبعا جميلة اهيت، كنا مجهزينها انا ودينا. دولت بقى طلباتهم اوامر يا وجايين كانهم الكفته دي بالنسبه لهم ايه. انا جايه في العربيه عماله اقول ايه تعمل كفته بقى عشان اكل بالعيش. مش انا لسه بقول. انا جايه في العربيه. بالنسبه لهم الكفته دي يا جماعه بصوا اهم من الفراخ واللحمه يا سلام يا حبيبي. واي حاجه. اهي لسه بتقول وانا جايه اقول يا لو ماما عامله كفته، وبالذات في العيش، هي طلبت العيش كمان. عماله اقول ايه يا ترى هشام جاب عيش، يا ترى جاب عيش. طبعا ده بعيش عشان نغمس. طبعا ده بعيش يا جماعة. ماشي. ده بعيش وممكن نغمس في الملوخية. طب انا الحمد لله في ملوخية يا جماعة ممكن نعرس وشنا فيها. لا مش قوي كده. مش للدرجه دي. يعني ايه يعني ايه؟ انا مش درجات يعني. لا مش قوي كده. ايوه طبعا. ماشي. درجات. طيب نعمل العنوان ايه للفيديو؟ انا هوني المطرية في الأكلة. شارع يقصر. الأكلة المفضلة، ايوه نقول كده، الأكلة المفضلة لولادي كفته الرز. أهم حاجة الرز بشعرية. تقولي لحمه ولا فراخ؟ اهم حاجه والله قلت لو يسأل أبوكي قلت له ده بالنسبة لهم الكفتة دي إيه؟ أنت بتقولي لي شم ريحتها وأنت طالعة. بالتراونا بس ايه الريحه الحلوه دي؟ الرز بتقول لي شمين ريحة الرز. في سمنة. حلوه. ريحة حلوة. الله يا ناس. بس بتخيل اللي هو بياكل بس. أيوه بيتخيل ولا ما بياكلش على كده دلوقتي، تبصي عليه وهو قاعد. قوي. لا هو يشرب تمر، يشرب عصير. يا رب الفطار النهارده ان شاء الله يعجبكم. هو عاجب اللي قاعدين بياكلوا، هو عاجبهم، عاجب اللي هنا اللي هيفطروا بيه. اهو نقول لهم بالهنا والشفا. هنا مش شايفة طبعا. مش الدرجات يعني. بس خلي بالكوا اوعوا تنسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس اوعوا تنسوا. ما تنسوش هنقول ايه يا نوني؟ ما تنسوش تفعلوا الجرس كمان. وكمان دوسوا على الفيديو. طب يلا نقول لكم يلا ايه، جهزوا الفطار صوما مقبول ان شاء الله، وافطروا شهيا شهيا ان شاء الله. وافطروا شهيا. يلا نقول لهم ايه، السلام عليكم. ده ايه ده وعيد ميلادي. بصوا يا جماعه، ده هنختم بيها الفيديو دي بقى ولا ايه؟ احنا بقى كل اللفه دي عشان اهو يا شيخه امسكي يا نسمه، نمسك منها يا ماما. امسك يا دودي يا جماعه ثانيه واحده.